ماما عندها 73 سنة، بقالها فترة طويلة متغيرة، تصرفاتها بقت فيها نوع من الحذر الغريب، بقت تدخل أوضتها بدري وتنام وهي حاطة إيدها تحت المخدة بشكل غريب، كأنها ماسكة حاجة خايفة تهرب منها. كل ما أدخل عليها الأوضة فجأة عشان أطمن عليها كانت تتخض وتسحب إيدها بسرعة وتعدل المخدة وترسم ابتسامة باهتة وتقولي: تعالي يا حبيبتي، مفيش حاجة، كنت بريح بس. بصراحة الشك بدأ يلعب في دماغي، وقلت في نفسي يمكن ماما مخبية مبلغ فلوس وخايفة عليه، أو يمكن شالت ذهبها اللي كانت دايما بتقول إنه للزمن في مكان تحت المخدة عشان يكون قريب منها. الموضوع زاد عن حده لما لقيتها في يوم قاعدة لوحدها وبتمسح عينيها بمنديل، ولما شافتني خبت حاجة صغيرة في جيب الروب بسرعة. في ليلة استنيت لما راحت في النوم ودخلت أوضتها على طراطيف صوابعي، قلبي كان بيدق وكأني بعمل جريمة، بس كان لازم أعرف إيه اللي شاغل بالها ومخليها مخبية سر عننا. سحبت طرف المخدة بالراحة جدا وطلعت نوتة صغيرة جلدها قديم ولونها بني، فتحتها وأنا متوقعة ألاقي فيها حسابات بنكية أو ديون، لكن اللي شفته خلى ركبي تخبط في بعضها. بس قبل ما أكمل لكم اللي حصل، أكيد مش هتشوف اسم سيدنا محمد وتعدي كده من غير ما تعمل لايك واشتراك وتصلي عليه في الكومنتات. يا رب اللي يكتب اللهم صلي على محمد ربنا يحفظ له أهله ويبارك فيهم. المهم النوتة كانت عبارة عن فهرس لحياتنا إحنا. لقيت صفحة باسمي هبة ومكتوب تحته بخط إيدها: بتحب القهوة سكر زيادة، بتزعل لما حد يقطعها وهي بتتكلم، آخر مرة حكت لي إنها قلقانة من شغلها الجديد، لازم أسألها عملتي إيه. وقلبت الصفحة لقيت اسم أخويا أحمد، بيحب المحشي من إيدي، بيحب اللون الأزرق، ابنه الصغير بيخاف من الضلمة. كانت كاتبة أدق التفاصيل عن أحفادها وعن بابا الله يرحمه وعن مواعيد دوانا وأفلامنا المفضلة. في آخر صفحة كانت كاتبة جملة قطعت قلبي: يا رب ما تنسيني ملامحهم، يا رب خليني فاكرة تفاصيلهم عشان ما يحسوش إني كبرت وبعدت عنهم. اكتشفت إن أمي بدأت تحس ببوادر نسيان، وكانت خايفة إن مرض الزهايمر يسرقنا منها، فقررت تكتب كل حاجة إحنا بنحبها في نوتة وتخليها تحت راسها عشان كل يوم تراجعنا وتذاكرنا كأننا منهج حياتها. أنا رجعت النوتة مكانها بالراحة جدا وطلعت من الأوضة وأنا دموعي مغرقة وشي. عرفت إننا مش بس عايشين في بيتها، إحنا محفورين في ذاكرتها